مثل ما ذكروا، قالوا في واحد تزوج، لما تزوج زوجة ثانية يعني والعياذ بالله، فلما أخذها، هذا عشان الحريم ينبسطون بس فلما تزوج الثانية أصرت عليه زوجته الأولى أم العيال، قالت له سأحضر عرسك يا بنت الناس، خليك في البيت بلاش. قالت والله لا أحضر عرسك وأرقص، وهي مسكينة من شدة ما في قلبها ما تعقل. قال احضر العرس، وراحت وحضرت العرس. عاد الرجل على قد حاله وليس عنده إلا سيارة الداتسون هذه اللي غمارة واحدة، البيك اب هذه اللي غمارة واحدة وفيها حوض، فما يكفي إلا له والعروسة الجديدة تركب فيها. فلما أراد أن يذهب إلى بيته قالت الأم العيال الأولى أبركب معكم. قال يا بنت الناس السيارة ما فيها إلا موضع لشخصين، أنا وفلانة الجديدة، أنت عندك أولادك يوصلونك. قالت والله لا أركب معكم لو تضعوني في الحوض في الخلف. قال اركبي في الحوض، حوض السيارة هذا اللي يشيل فيه الأغراض جاءت المسكينة وركبت وراء، ويمشون والعروس قدام مع الزوج، فتسمع ضحكات وتمايل على بعض وانفجر قلبها، وهم يضحكون ويسولفون ويتمايلون على بعض. فمن شدة الحسد رفعت يدينها قالت يا رب يصير لهم حادث، يا رب يصير لهم حادث. طيب إذا صار لهم حادث أنت بيصيبك حادث معهم، أنت راكبة ورا يعني أول، إذا لو انقلبوا أنت أول واحدة بتوتين. لكن شوف سبحان الله من شدة الحسد كيف يقع أحيانا في القلوب.